إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حبيت أبدأ الفيديو ده بالآية الكريمة دي. حبايب قلبي، اللي أنا هقوله في الفيديو ده ملوش علاقة لا بأهلي ولا بزمالك، وملوش علاقة بتعصبي لفريقي، لكن اللي بقوله ده علشان الموضوع أفور كرهنا في الكورة. طبعا كلنا شفنا احتفال إمام عاشور امبارح بقصة البالونة، وأنا أول واحدة طلعت وقعدت أهزر وأقول إن هو يقصد جمهور نادي الزمالك ويقصد نادي الزمالك. كان الموضوع في إطار الهزار والتحفيل لا أكتر ولا أقل، ولكن تم رفع اليافطة دي. مش أول مرة أشوف الحاجات دي، من أيام عماد متعب ويارا نعوم وأنا بشوف كلام وخوض في الأعراض. كونك تحب فريقك أو متعصب لفريقك أو أيا كان فريقك ده، عندك إيه إنك تدخل الأعراض وتخوض في أعراض واحدة ما تعرفش إن أنت عايش، تدخل الكورة في أعراض بنات. بلاها نتفرج على كورة تغور الكورة لما تيجي حتة جلدة في الآخر يوم القيامة تدخلك النار، واحدة ما تعرفش إن أنت عايش أساسا ولا اللي أنت عايشة أساسا، وتخشي النار أو تخش النار بسببها، وإن أنت خدت في عرضها عشان خاطر حتة جلدة. هتيجي ساعتها تقول له ربنا أصلا أنا كنت بخوض في عرضها عشان خاطر أنا زملكاوي بروماكس. قبل ما أكون أهلاوية فأنا مسلمة الهوية. فلو أنا مش هطلع أقول لكم الكلام ده بصفتي واحدة فيديوهاتها بتتشاف، أنا ما نزلش فيديوهات تاني، لأني للأسف مش زملكاوية بس، في بعض من صناع المحتوى بشوف فيديوهات ليهم في منتهى القذارة. إن أنت تكون صانع محتوى أو أنت تكوني صانعة محتوى، لو 4 بيشوفوا فيديوهاتك بس ولا 4 بيشوفوا فيديوهاتك بس، بتنزل كلام بالقذارة دي وبالقرف ده، مش مراعي إن في أطفال وفي ناس واخداك قدوة. جماعة انتوا خليتوا الكرة مقرفة قوي قسما بالله. تولع الكرة لو بالمنظر ده، تولع الكرة لو هنتكلم ونخوض في أعراض البنات والستات، أو نتفرجش على كرة أحسن. كونك اللي انت متعصب لفريقك، تتكلم فنيات، مين طلع مين جه، تحفل على الفريق المنافس، تهزر، تتعصب، تعيط لفريقك، كل دي حاجات حقك اللي انت تعملها. لكن انا لما اكون بنت واتفرج على البوستات المقرفة دي، يبقى بلاها نتفرج على كورة احسن. والله العظيم انت تكون راضي وقابل على مراتك ولا بنتك ولا اختك ان هي تكون بتقلب في السوشيال ميديا وتشوف البوستات المقرفة دي، ومحدش يجي يقول لي اصل امام عاشور غلطان هو اللي افتعل الفتنة. لا يا حبيبي، ما افتعلش فتنة ولا افتعل فتنة. هو امام عاشور ما جابش وكان حاطط في دماغه ان بعد ما يحتفل الاحتفال ده بيحفل عليكم، وانا قلت لكم ان هو قصده ان هو بيحفل على نادي الزمالك. ما توصلش ان احنا نخوض في اعراض ناس. يا جماعه اتقوا الله، يا جماعه اتقوا الله واعرفوا دينكم. مش اول مره، كل مره بتطلعوا تقولوا اصل امام عاشور بصوا مش ملبس مراته. ايه احنا مالنا؟ احنا اهلاويه بنركز في الملعب، مين طلع مين جه، الاهلي جاب صفقات ايه، الزمالك جاب صفقات ايه، نحفل على بعض في منتهى الاحترام. غير كده ما نعديش حدودنا. احنا ملناش دعوه، احنا مش هنتحاسب في الاخر على احنا امام عاشور لبس مراته ايه ولا زيزو لبس مراته ايه. لا، انت هتتحاسب على فعلك، هتتحاسب على كل كومنت كتبته بالسلب وشتمت فيه واحده، كل عرض خدت فيه هتتحاسب انت عليه. انا عاوزه افاجئك واقول لك ان امام عاشور ومراته ممكن يخشوا الجنه الحسنات اللي انت اديتها لهم. والله العظيم ربنا يهديكوا ويهدينا جميعا. وتدوا الكوره المدوره 90 دقيقه الماتش اللي احنا بنتفرج عليه حجمه، لا اكتر ولا اقل. ويا ريت نتقي الله ونراعي ان في ناس محترمه وبنات محترمه بتتفرج علينا. يا ريت نبقى قدوه حقيقيه ليهم.